السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بكل متابعينا على القناة. النهارده يا جماعة إن شاء الله هعرض معاكم عشة حمام جديدة عملناها للحمام، سكن جديد عملناه للحمام إن شاء الله، بس بمواصفات جديدة علشان نقدر نخرج الحمام وندخله براحته خالص. زي ما احنا شايفين يا جماعة العشة من الخارج كده كلها خشب، وعاملينها من تحت بإذن الله بالطوب عشان تديها متانة وقوة. والعشة زي ما احنا شايفين كده يا جماعة عاملين لها شباك أهو، نفتحه كده عشان الحمام يدخل ويخرج منه. اهو يا جماعه كده احنا مثبتين الباب ده كده بحيث ان الحمام يطلع عليه ويدخل ويخرج عادي خالص بدون اي اضرار او اي حاجه. تعالى بقى يا جماعه نشوف عش الحمام كده من جوه ان شاء الله. عش الحمام يا جماعه فيها حمام لحم فرنساوي وفيها حمام دواجن سلالات يعني كويسه جدا. زي ما احنا شايفين العشه يعني لسه بنبدا في تجهيزاتها كده. عملنا طبعا العيون دي كلنا عارفينها، العيون دي برنيكات بلاستيك يا جماعه، وفتحناها من الجنب كده بحيث ان الحمام يعشش فيها. وطبعا عشه الحمام زي ما احنا شايفين كلها من الخارج كده عاملينها سور طوب كده ومن فوق سلك بحيث ان هي تبقى منشر، وفي نفس الوقت يعني الحمام يشوف كل الدنيا حواليه، بحيث ان انا لما اجي هطير الحمام بسيبه طبعا في عش الحمام هنا شهرين او 3 او شهر على حسب ما انت عايز. انت ممكن مثلا لو انت هتجيب زغاليل بتنشرها مثلا لمده 15 يوم، بس تكون زغاليل لسه بطش، بترميها في عشه الحمام في الارضيه عادي خالص، وبتسيب الباب مفتوح خالص او الشباك اللي الحمام هيخرج ويدخل منه. ليه؟ عشان الحمام لما يبدا يطير هيبدا هو يتعرف على المكان من غير ما انت تهشه ولا تقول له امشي ولا اخرج ولا اي حاجه. هو هيتحط في الارضيه بتاعت عش الحمام وياكل ويشرب عادي جدا بدون اي مشاكل خالص. لكن طبعا لو انت هتحط حمام كبير دي ممكن يا جماعه يبقى فيها نسبه فقد شويه او نسبه خساره. ازاي؟ ان الحمام اللي هو المتربي بيبقى محبوس مثلا في عشه ثانيه او جايبه كبير من مكان ثاني، بتبقى نسبه ثباته في المكان يعني ضعيفه. ممكن يخرج يرجع للمكان اللي هو كان جاي منه الاول، او ممكن يخرج ويتوه وما يرجعلكش تاني. فدي بتبقى محتاجه شويه تدريب كده يا جماعه، ان شاء الله ممكن نبقى نتكلم عليها في فيديوهات ثانيه. لكن احنا زي ما احنا شايفين كده السلك ده يا جماعه مهم جدا ويعني ضروري عشان الحمام يستكشف فيه المكان كله من حواليه، وعشان لما يخرج يبدا يتعرف ويبقى المكان مش جديد بالنسبه له. انما لو هي مقفوله خالص الحمام طبعا ممكن نلاقيه هيخرج لسه، ممكن يقعد يستكشف في المكان من بره، ممكن يهرب منك او يخلع. طب لو ما فيش حد عامل السلك ده يا جماعه والحريشه بتاعته مش مكشوفه يعمل ايه؟ لا، ممكن بعد كده يجيب الحمام اللي هو هيطيره ويبدا يعمل له منشر كبير او قفص كبير كده مفتوح من جميع الاتجاهات او ملفوف من جميع الاتجاهات بسلك، ويحطه فوق السطح من فوق ساعه مثلا الصبح وساعه اخر النهار على ما يتعرف على المكان كله ان شاء الله لمده اسبوع. وبعد كده بيبدا يخرجه واحده واحده لحد ان شاء الله ما يتعلم الطيران ويتعود على المكان ويدخل ويخرج براحته خالص. وبعدين يا جماعه الحمام عندما خرج من العشه ودخل مرتين او 3 واسبوع ورا بعض كده خلاص انت ما بتقلقش عليه بعد كده. لكن ايه هي بقى الاضرار اللي ممكن تخاف منها؟ عندنا يا جماعه جميع انواع الحشرات، يعني الفئران والعرس والقطط والحاجات دي كلها لو دخلت عشه الحمام بتخوف الحمام وبتخليه كله بره العشه خالص، ممكن يخاف يدخل عشه تاني. لازم تخلي بالك كويس جدا من الحاجات دي. طبعا يا جماعه في نقطه مهمه جدا نحب نعرفها للناس، موضوع الحامل اللحم الفرنساوي. الناس تقول لك الحامل اللحم الفرنساوي غبي والحامل اللحم الفرنساوي ما بيخرجش من عشه الحمام او ممكن يخرج وما يرجعش. لا طبعا انا عن تجربه الحامل اللحم الفرنساوي بيخرج عادي جدا وبيتعود على الدخول والخروج وما فيش اي مشكله فيه خالص. بس هي كل الفكره او كل المشكله ان انت ازاي تبدا تخرجه صح، ازاي الحامل اللحم الفرنساوي يبدا ويدخل ويخرج عندك من العشه صح، زيه زي الحامل الزاجل بالظبط زي الحامل البلدي. كان الحامل البلدي يا جماعه بيخرج مثلا من عشه الحمام وبيلف المنطقه اللي حواليه كلها وبيرجع يبات في عشته عادي جدا. الحامل اللحم الفرنساوي بيخرج، وانا جربته يا جماعه وخرجت الحمام كله الحمد لله رب العالمين. المجموعه اللي انا عاملها للطيران او انها تخرج وتدخل العش الحمام عادي خالص، المجموعه دي يا جماعه انا عودتها على الدخول والخروج ومية مية معايا الحمد لله رب العالمين، ما نقصش منها اي حمام ولا اي فرد خالص. فطبعا عشان نشيل من دماغنا فكره ان الحامل اللحم الفرنساوي غبي او ان الحامل اللحم الفرنساوي غشيم ما بيدخلش وما بيخرجش من عش الحمام ما بيطيرش منها، الكلام ده كله يا جماعه انا جربته وانا قلت اتفقت معاكم قبل كده من زمان ان انا مش هتكلم عن اي حاجه لما اكون مجربها
وعارفها، بحيث ان انا لما اقول معلومه ما حدش ايه يبقى فيها غلط بعد كده، او ما حدش يخسر من ورا المعلومه دي اي حاجه. حامل اللحم الفرنساوي يا جماعه ما دام تدربوا صح على الدخول والخروج، وزي ما قلنا ان خروج الحمام من العشه بيبقى له اصول وله طرق معينه وله تدريبات معينه. اولا يا جماعه لازم نسيب الحمام براحته. انت لو انت هتحط الحمام في العشه اللي هي مفتوحه عشان يدخل ويخرج منها، ما ينفعش انك تخش تخوف الحمام او تقعد تهشه او تستعجل وتخرجه وتزقه بعيد. الكلام ده كله غلط. انت بتحط الحمام في العشه وتبدا بعد كده تفتح الشباك بتاعه وتسيبه براحته خالص، وهو حر يدخل ويخرج براحته خالص، مفيش فيها اي مشاكل. انما حته ان انت تدخله وتخرجه بالعافيه دي ما بينفعش يا جماعه في الحمام. وطبعا ده بيسبب اضرار بعد كده، ان الحمام بيخاف من عيشه الحمام ويخرج ما بيجيش. فعشان كده في ناس بتقول ان الحمام غبي والحمام بيمشي ما بيرجعش. الكلام ده كله مش مظبوط. لكن برضو احب اعرفك ان دايما الحمام اللي انت تحطه في العيش عشان يدخل ويخرج ما يكونش حمام جاي من مكان هو اصلا كان متعود يدخل ويخرج فيه، علشان انت اول ما تفتح له الشباك ويخرج هيروح للمكان بتاعه القديم الاصلي او الاساسي اللي هو متربي فيه. ده يا جماعه فرد حمام كينج، وانا خدت بالي منه وانا بصور. زي ما احنا شايفين فرد الحمام عينيه كان طالع فيها حبايه جدري. انا عايزك ما تقلقش من الحاجات دي. دايما الفرد الحامل الكبير الشغال او الشبابات لما بيبقى فيه جدري زي ده كده يا جماعه، حبايه او اتنين كده ما تخافش منها. زي ما انت شايف كده كان فينا حبايه اهي فوق عينيه مباشره. الحبايه دي انا شلتها بايديا ناشفه ما فيهاش حاجه خالص. وفي حبايه ثانيه اهي لو انا شلتها دي هيجيب من مكانها دم، وانا مش عايز كده. انا مش عايز يظهر دم خالص مكان حبايه الجدري. ليه بقى؟ لان حبايه الجدري دي لو طلعت دم هتبدا تنتشر تاني حواليها، لان هو مرض يعني بينتقل كده عن طريق المباشر، اتصال مباشر. فلو الدم طلع من المنطقه دي كده وراح صف في اي مكان تاني، هتبص تلاقي المكان ده يطلع فيه حبايه جدري. زي ما احنا شايفين انا بسيبها خالص يا جماعه كده، زي ما انا شايف لحد ما تنشف خالص، وبعد كده اجي اشيلها بايدي كده بالراحه، بتروح طالعه في ايدي واحده واحده كده من غير ما يتصف فرد الحمام. وادي اكبر دليل اهو يا جماعه، كان في حبايه هنا كده فوق العين مباشره وانا شلتها الحمد لله اهي بدون يبقى فيه دم ولا اي حاجه. طبعا يا جماعه احنا لازم نكون واخدين بالنا من الحاجات دي، ولازم انت تبقى دايما عينك في وش الحمام بتاعتك، علشان لما يحصل فيها اي امراض او اي حاجه بتكتشفها انت بسهوله مبكرا، يبقى العلاج معاك سهل وكويس جدا. اتمنى يا جماعه يكون ده فيديو خفيف كده سريع، طبعا بعد فتره طويله من الغياب. احنا بقالنا كتير ما بنصورش يا جماعه، وطبعا ده غصب عننا، لكن الحمد لله ان شاء الله اوعدكم باذن الله ان احنا هنبدا نصور مع بعض فيديوهات تانيه ونتكلم تاني عن الحمام وعن حاجات جديده كتير جدا في الحمام ان شاء الله.